في عام 2055 تستخدم إحدى الشركات السفر عبر الزمن لتقديم رحلات السفاري عبر الزمن، مما يعني أنه يمكن للناس الذهاب إلى عصور ما قبل التاريخ لصيد الديناصورات. لتجنب تغيير التاريخ، تتأكد الشركة من بقاء العملاء على مسار اصطناعي حتى لا يدوسوا على أي شيء. إنهم يقتلون فقط الديناصورات المختارة التي كانت على وشك الموت لأسباب طبيعية، ولا يسمح لأحد بتغيير أي شيء. عملاء اليوم هم رجل في منتصف العمر وابنته، يرشدهم الدكتور ترافيس وعدد قليل من موظفي الشركة. يرتدي الجميع بدلات خاصة للصيد تتبع علاماتهم الحيوية، ولديها كاميرات لتسجيل التجربة بأكملها. عندما يصلون إلى المكان الصحيح، يجعل ترافيس المجموعة تنتظر بصبر ويذكرهم بأن بنادقهم لن تطلق النار حتى يطلق هو النار. في تلك اللحظة يسمعون هديرا عظيما وتهتز الأرض تحت وطأة ديناصور ضخم. يركض الوحش نحو المجموعة ويسقط أي شجرة في طريقه. يشعر العملاء بالرعب ويريدون إطلاق النار بالفعل، لكن ترافيس يجعلهم ينتظرون حتى يقترب الديناصور بدرجة كافية. في اللحظة الأخيرة يطلقون النار معا ويقتل الوحش بسرعة ويغرق جسده في المستنقع. عندما يعودون إلى الحاضر، يتم تشغيل تسجيل هذه المغامرة الصغيرة في حفلة لاحقة يستضيفها الرئيس التنفيذي للشركة تشارلز. ومع ذلك لا يحضر ترافيس الحفلة ويبقى في مختبره للعمل على الذكاء الاصطناعي للآلة المسمى تامي. وسرعان ما ينضم إليه الموظف كلاي الذي يعمل أيضا في قسم التنظيم الزمني، وهي وكالة حكومية تتأكد من أن شركات السفر عبر الزمن تتبع بروتوكولات السلامة. يظهر تشارلز لأخذ ترافيس إلى الحفلة حتى يتمكن من استخدام كل كلماته العلمية الكبيرة لإبهار الأثرياء. كما يتم منح العملاء الهدايا التذكارية من الرحلة والبدلة والقرص الذي يحتوي على تسجيل مغامرتهم. وفجأة اقتحمت الدكتورة سونيا الحفلة وبدأت في رش الجميع بالنبيذ الأحمر، واصفة إياه بالدم. يأتي الأمن لسحبها بعيدا، بينما تستمر سونيا في الصراخ حول مخاطر السفر عبر الزمن والشركة التي تدمر المستقبل. يتبعها ترافيس ويكتشف أنها اخترعت تقنية السفر عبر الزمن، لكن تشارلز أخذ براءة الاختراع منها بعقد تمويل باطل. تصر سونيا على أن رحلات السفاري عبر الزمن ستجلب عواقب وخيمة ولا تستطيع فهم سبب دعم ترافيس لها، لذلك يأخذها إلى مختبر في حديقة الحيوانات. أثناء إظهار صورة ثلاثية الأبعاد للأسد، يشرح أنه يعمل لدى تشارلز حتى يتمكن من دراسة الحمض النووي للحيوانات المنقرضة. نظرا لأنهم لا يستطيعون أخذ عينات أثناء الصيد، يقوم ترافيس بقراءة الحمض النووي عن بعد للديناصورات، ويحصل فقط على القليل في كل مرة. في النهاية سيكون لديه معلومات كافية لإعادة بناء سلسلة الحمض النووي بالكامل وإعادة الحيوانات المنقرضة إلى العالم. نظرا لأنهم يصطادون فقط الحيوانات التي كان من المفترض أن تموت لأسباب طبيعية، يعتقد ترافيس أنها تاريخ متناوب، ومع ذلك تصر سونيا على أن هذا لن يجلب سوى الفوضى ويعرض المستقبل للخطر. وفي الوقت نفسه في مختبر الشركة يشتت انتباه أحد الموظفين ويسقط عن طريق الخطأ خراطيش النيتروجين السائل المجمد، والتي تستخدم كرصاص أثناء الصيد. تنكسر الحاوية، لكن الرجل يضعها في آلة الإمدادات دون أن يلاحظ تسرب النيتروجين على بندقية ترافيس. في اليوم التالي يوقع كريستيان وتاد على رحلة صيد ويأخذهما تشارلز إلى المختبر. يخبرهم ترافيس عن التكنولوجيا ويصدم تشارلز عندما يقول إنها طورتها سونيا. بعد ذلك يتم عرض كيفية استخدام البنادق للعملاء، والتي تستخدم النيتروجين السائل المجمد للرصاص حتى يمكن إذابتها لاحقا. هذا جزء من القواعد، يجب ألا يتركوا شيئا في الماضي ولا يجلبوا أي شيء إلى الحاضر. يجب عليهم دائما الالتزام بالطريق وعدم النزول أبدا وعدم تغيير أي شيء. يتم إعطاء العملاء حقن خاصة، وبمجرد أن يرتدي الجميع ملابسهم يدخلون إلى الآلة ويتم تثبيتهم بإحكام حتى لا يفوت شعاع الجسيمات خلية واحدة. تبدأ الأضواء في الدوران حولهم، وفي غضون ثوان قليلة يظهرون في الماضي. بينما يسيرون على طريق الاصطناعي، ينزعج تد من شيء في الشجيرات ويحاول إطلاق النار عليه، لكن البندقية لم تعمل بعد. الحيوان عبارة عن فراشة صغيرة تطير بعيدا. يوبخه الموظفون ويذكرونه بأن البنادق قد أغلقت بسبب أشخاص مثله. عندما يصلون إلى المكان الصحيح، يظهر الديناصور بسرعة، لكن بندقية ترافيس تفشل في إطلاق النار، وبدونها لا يتم تنشيط البنادق الأخرى. يأخذ ماركوس بندقية ترافيس ويبدأ في العمل على إصلاحها، لكنه يحتاج إلى وقت. يخرج ترافيس مصباحه اليدوي ويلفت انتباه الديناصور، ثم يبدأ في الركض على الطريق لجعل الوحش يتبعه بينما يخبر الآخرين بالاختباء. يركض العملاء بينما يحاول الديناصور عض ترافيس الذي يسقط بعيدا عن متناوله في اللحظة الأخيرة. تصرخ جيني أيضا ويكاد الديناصور يأكلها، لكن ترافيس يستخدم مصباحه اليدوي مرة أخرى لإبعاده عنها. في تلك اللحظة ينتهي ماركوس من إصلاح المسدس ويلقيه على ترافيس الذي يسقط المصباح اليدوي، ويستخدم المسدس لقتل الديناصور ببضع طلقات فقط. يتدحرج المصباح اليدوي على الطريق ويكاد يسقط، لكن جيني تلتقطه في الوقت المناسب. بعد ذلك
يعيد الجميع تجميع أنفسهم ويؤكدون عدم انتهاك أي بروتوكولات، لذا يمكنهم الآن المغادرة. لا أحد منهم يلاحظ البصمة الموجودة على الطريق. في الوقت الحاضر يشعر العملاء بالغضب ويهددون بمقاضاة تشارلز، الذي يبدأ في التلاعب بهم بكلمات لطيفة. بدلاً من الخوض في صدام، نجا تاد وكريستيان من موقف خطير بالفعل، مما يجعلهما أكثر برودة من كل عميل سابق. يهدأ الثنائي ويقبلان مشروباً. في الخارج تمر موجة غريبة من الرياح عبر المدينة، مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي لفترة وجيزة جدا. بعد العمل يعود ترافيس إلى المنزل ويلاحظ أنه أكثر حرارة من المعتاد. في صباح اليوم التالي ترتفع درجة الحرارة أكثر وتذيع الأخبار تقارير عن وجود أطنان من الأسماك الميتة على الشواطئ. يكتشف العلماء أن عدد الأشعة فوق البنفسجية مرتفع أيضا، ويلاحظ ترافيس أن نباته المنزلي قد ازدهر فجأة. في طريقه إلى العمل يجد ترافيس حشدا متجمعا حول جدار، لأنهم لا يستطيعون التوقف عن التحديق في نبات عملاق ظهر فجأة واخترقه بقوة. بعد لحظات يأخذ ترافيس والفريق عملاء جدد إلى الماضي. لصدمتهم لا يزال الديناصور ميتا حيث تركوه. فجأة ينفجر البركان في المكان ويبدأ الجميع في الركض عائدين إلى البوابة. يقفز ترافيس وجيني قبل أن يضربهما الرماد. بمجرد عودتهما يناقشان ما حدث ويفترضان أن تامي أخطأت نقطة دخولهما ب5 دقائق، ومع ذلك تؤكد لهما تامي أنها أرسلتهما إلى الإحداثيات الصحيحة. يعلن كلاي أن المنشأة ستغلق حتى يتم إجراء مزيد من التحقيقات وسيبلغ الحكومة، متجاهلا محاولات تشارلز للتلاعب به للتعاون. سرعان ما يتم إغلاق تامي ويصبح المختبر بأكمله مليئا بالعملاء. ترافيس متأكد من أنهم ارتكبوا خطأ أثناء الرحلة السابقة، لكن تشارلز لا يأخذه على محمل الجد. يغادر في سيارة أجرة، لكن الرحلة تنقطع عندما تنفتح حفرة في منتصف الشارع. تسقط سيارة أخرى فيها أولا وتحاول سيارة أجرة ترافيس المراوغة، وتصطدم بطاولات المقهى بدلا من ذلك. لحسن الحظ يركض الناس بعيدا في الوقت المناسب. ترافيس بخير أيضا، لذلك يقترب من الحفرة ويكتشف أنها ناجمة عن نباتات سريعة النمو. بعد ذلك يذهب ترافيس إلى مبنى سونيا، حيث يجد بابا احتلته أيضا النباتات. عندما يصل إلى شقتها يجد المستأجرين الآخرين عند بابها يحتجون على تسلل النباتات إلى جميع شققهم ويلومونها على ذلك. تفتح سونيا المحبطة نافذة الباب وتهددهم بمسدس لإجبارهم على المغادرة. يحاول ترافيس التحدث معها، لكن يتم تجاهله. في طريقه للخروج يكتشف طلبات مستلزمات الحديقة، لذا يأخذ طلب سونيا ويتظاهر بأنه عامل للسماح له بالدخول. شقة سونيا مليئة بالنباتات، لكنها لا تبدو وكأنها تفعل أي شيء غريب. تدرك سونيا أخيرا من هو وتقول إنها كانت تتوقع مجيئه، ثم تأخذه إلى الطابق العلوي وتجعله ينظر من خلال النافذة. يشعر ترافيس بالصدمة لرؤية نوع من الموجة الشفافة تضرب المدينة بأكملها، مما يدفعه إلى الطابق السفلي. تسميها سونيا موجة زمنية. في تلك اللحظة يسمعان صراخا، وعندما يفتحان الباب يجدان جارا مغطى بالحشرات التي تسيطر أيضا على الممر. يركض ترافيس وسونيا إلى الداخل فقط ليجد المزيد من الحشرات هناك. يبدأان في تسلق جسد سونيا، لذا بينما تتخلص منها يرمي ترافيس كيس الأسمدة على الأرض لتقف عليه. ثم يكسر ترافيس أنبوبا ويبدأ في إطلاق الماء على الأرض لفتح مسار عبر الحشرات. يتناثر الماء على خزانات الأكسجين وينتج شرارة، فيخرج الثنائي ويقفز من المبنى للهروب قبل أن تفجر الخزانات الشقة بأكملها. ينجو ترافيس وسونيا من السقوط بالهبوط على شجرة ضخمة خارج مبناها لم تكن موجودة من قبل. عندما ينظران حولهما يكتشفان أن المدينة بأكملها مدمرة. تشرح سونيا أن تغيير شيء ما في الماضي لا يؤثر على المستقبل دفعة واحدة، بل ستحدث التغييرات ببطء في تأثير متموج. بدأ الأمر في هذه المدينة، ولكن سرعان ما سيصل إلى بقية الكوكب. تتغير النباتات أولا، وستتبعها الحيوانات مع تغير البشر أخيرا. قد يكون تغييرا بسيطا مثل الحصول على عين إضافية، أو شيئا أكبر مثل الانقراض. بعد ذلك يذهب ترافيس وسونيا إلى الشركة بخطة في الاعتبار. يريدان العودة بالزمن إلى اللحظة التي استأجر فيها كريستيان وتاد الصيد ومنع أي أخطاء. في البداية لا يسمح كلاي بذلك، لكن تشارلز يغير رأيه بتذكيره أنه إذا لم يحل هذه المشكلة فسوف يذهب كلاي معه. يتم تنشيط تامي مرة أخرى، وتعمل سونيا على تقليل أي هامش خطأ قبل أن يبدأ ترافيس في القيام بذلك بمفرده. وينصدم ترافيس عندما علم بأنه لم يتم نقله إلى عصر الديناصورات، بل ظهر بدلا من ذلك في صحراء، حيث كادت مجموعة من الأمريكيين الأصليين أن يدهسوه. يتفادى ترافيس حوافر الخيول بالاستلقاء على الأرض، وبمجرد أن ينقشع الغبار يكتشف أنهم كانوا يهربون من موجة الزمن. يعبر البوابة على الفور للعودة إلى الحاضر ويحذر الجميع من موجة الزمن، لكن بعد فوات الأوان تصل الموجة إلى المختبر وتطرد الجميع، بينما تدمر معظم الآلات وتغلق الطاقة. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى ولديهم مولد احتياطي.
الآن يمكنهم رؤية أن النباتات سيطرت على المختبر بالكامل، وتكشف نظرة سريعة بالخارج أن المدينة بأكملها في نفس الحالة. تدرك سونيا أن آلتها لا يمكنها القفز عبر موجة الزمن، ولهذا السبب لم يتمكن ترافيس من العودة إلى العصر الجوراسي. تخلق الموجة سلسلة من الحلقات حول كل عصر وهم خارجها. وبينما تحاول سونيا العمل على تعديل آلة الزمن، يشاهد الفريق تسجيل الصيد الأخير عدة مرات من زوايا مختلفة، لكنهم لا يستطيعون معرفة ما أخطأوا فيه. بعد بضع ساعات، يكتشف ماركوس أخيرا خطأهم، فقد عادوا بوزن أثقل بمقدار 3 جرام مما كانوا عليه عندما غادروا، مما يعني أن شخصا ما أخذ شيئا. هذا لا معنى له لأن آلة الزمن بها مرشح حيوي من المفترض أن يستشعر ذلك. ليس لدى تشارلز خيار سوى الاعتراف بأنه أوقف تشغيل هذا المرشح منذ فترة طويلة لتوفير المال لأنه استخدم الكثير من الطاقة. يقول كلاي إنه لم يكن يعرف بهذا، لكن رد فعل تشارلز يشير إلى أنه يكذب. يشرع الفريق في مسح جميع المعدات ولكن النتائج سلبية، لذا يجب أن يكون الجسم على بدلات العميل. بعد الكثير من العمل، توصلت سونيا أخيرا إلى حل ممكن. سترسل ترافيس إلى خطئهم قبل عام عندما لم تكن الأمواج موجودة بعد. بهذه الطريقة يمكنه رميه في اللحظة المناسبة دون مقاومة. ستستهلك هذه القفزة معظم طاقته، لذا لن يكون لديه سوى حوالي 20 ثانية لإصلاح ما حدث. لتجنب إهدار هذا الوقت، يجب عليهم معرفة ما حدث بالضبط أولا. يبدأ الفريق في الاستعداد للبحث عن العملاء. تذكرهم سونيا أن النباتات والحيوانات كانت تتطور بشكل مختلف منذ ملايين السنين، لذا يجب عليهم الحذر من أشياء مثل الديناصورات المتطورة. يغادرون في منتصف الليل ويبدأون في عبور الحديقة عندما يسمعون فجأة ضوضاء. يتم إطلاق رصاصة سريعة، لكن تبين أنها مخلوق بسيط يشبه الحرباء وتهرب على الفور. في تلك اللحظة يسمعون صوتا عاليا جدا، لذا يستمرون في التحرك. بعد قليل من التقدم في الحديقة يجدون أنسجة عنكبوت ضخمة وبصمات مخالب غريبة على الأرض. بينما يستمرون في المشي، يسمعون صوت آخر وفجأة يلتف حول ماركوس حشرة سامة، وتطعنه بمجموعة من الأشواك قبل إسقاطه. يمكنهم سماع المخلوق يقترب، لذا يزيل الفريق الأشواك بسرعة ويساعد ماركوس على المشي للهروب. لا يستطيع ماركوس أن يشعر بسقيه ويستنتج أن الأشواك حقنته ببعض المواد المخدرة. كما أمسكت سونيا بمسدس لوكس، لكنه سحبها فقط لاستعادته. بعد لحظات، هاجمهم فجأة قرد زاحف، قفز على لوكس وسحبه بعيدا. ركض ترافيس خلفهم وبدأ في إطلاق النار على الوحش، لكن رصاصاته لم تفعل شيئا سوى إغضاب الوحش. قفز القرد لمهاجمته مرة أخرى، لكن الآن انكشفت نقطة ضعفه وأطلق ترافيس النار هناك ليقتله أخيرا. لسوء الحظ، جذب زئيرها انتباه المزيد من قرود البابون، لذا هرع ترافيس ولوكس للعودة إلى المجموعة. بدأوا في الركض أثناء إطلاق النار على المخلوقات، التي كانت أعدادها كبيرة جدا بحيث لا يمكن التعامل معها. بالكاد يستطيع ماركوس التحرك ويطلب من الآخرين المغادرة بدونه لأنه قرر أن يموت كإلهاء. بعد مغادرة الفريق، استمر ماركوس في إطلاق النار على قرود البابون للحفاظ على انتباههم عليه. تسبب سم الأشواك في هلوسها، لذلك مات بابتسامة على وجهه بينما أكلته قرود البابون. في النهاية وصل الفريق إلى مبنى تاد، حيث رأوا أبا وابنه يتسللان للخارج للذهاب إلى السوق. الثنائي يائس للعثور على طعام، لكن سرعان ما عثر عليهما قرود البابون وهاجمتهما. ركض ترافيس على الفور إلى الداخل وقتل قرد البابون الأول بإطلاق النار عليه. حاول إطلاق النار على الثاني أيضا، لكنه خاف واختفى في الظلام. بعد ذلك، دخل الفريق إلى المبنى السكني وبدأوا البحث، ورأوا نباتات ولاجئين في كل زاوية. وجدوا تاد يتقاتل مع جاره بسبب حريق أشعله في الغرفة، وأقسم أنه لم يخرج عن المسار. أخرجوا بدلته من الخزانة وفحصوا كل شبر ولكن لم تكن هناك نتائج، مما يعني أنهم بحاجة إلى العثور على كريستيان بعد ذلك. يشرح تاد أن زوجة كريستيان طردته، لذا فهو يعيش الآن في مكتبه في وسط المدينة. للبقاء على قيد الحياة في الرحلة، قرر الفريق سرقة سيارة من موقف سيارات المبنى. طار مخلوق بالقرب من السيارة، لكن لحسن الحظ استطاعوا الهروب منه، ووصلوا إلى منزل كريستيان. صعدت سونيا وترافيس إلى الطابق العلوي للبحث عن عميلهما بينما بقي لوكس وجيني لحماية السيارة. صعد الثنائي الدرج، ولاحظ نباتات سامة في كل مكان. هناك أيضا الكثير من الجثث، ويبدو أن السم جعلهم يصابون بالجنون ويقتلون بعضهم البعض. فجأة يقفز رجل عجوز ويحاول إطلاق النار عليهم، لكنه ينفد منه الرصاص ويهرب. ثم يطلق ترافيس النار على الباب ليجد كريستيان، الذي يطلق النار على الفور. يختبئ ترافيس وسونيا حتى يتوقف كريستيان عن إطلاق النار، وعندما يقتربان يدركان أنه مصاب أيضا. عندما يسألانه عن البدلة، يصاب كريس بالجنون مرة أخرى ويركض حول الشقة أثناء إطلاق النار من مسدسه، مما يؤدي إلى مقتل أحد الجيران في الممر.
يتسلل ترافيس بعناية حتى يتمكن من محاصرة كريستيان الذي يصاب بالذعر ويقرر قتل نفسه. بعد ذلك يفتشون الشقة ويجدون أخيرا سبب كل هذا. كان كريستيان قد داس على فراشة وأحضرها معه إلى الحاضر. يهرع ترافيس وسونيا إلى موقف السيارات حيث يطلق جيني ولوكس بنادقهما لإبعاد الوحوش الطائرة الضخمة. عندما يغادر الفريق في السيارة تبدأ الحيوانات الطائرة في ملاحقتهم وحتى كسر النافذة الخلفية. تستخدم جيني ولوكس الفتحة الناتجة لإطلاق النار ويطلقان النار عبر السقف أيضا. تنزل بعض الحيوانات لكن أحدها يتمكن من كسر السقف والاستيلاء على لوكس ويأخذه بعيدا ليأكله. يبدأ الفريق في فقدان الأمل، ولكن في تلك اللحظة تضرب موجة الوقت المنطقة وترسل السيارة تطير عبر الباب الأمامي للشركة. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، وذهب الثلاثي إلى المختبر الذي كان مغطى بالنباتات ولا يوجد به كهرباء. غمرت المياه الأرضية ولقي تشارلز حتفه في الماء. لا تستطيع سونيا العمل بدون كهرباء، لكنها أمسكت بالقرص الصلب الخاص بتامي وأعلنت أنها لا تزال لديها بوابة زمنية في مختبرها الجامعي القديم. يبحث ترافيس في الخزائن عن بدلته ويجد كلاي بالداخل مختبئا من مجموعة من قرود البابون التي تنام حاليا على السقف. في البداية يرفض كلاي الذهاب مع الفريق، ولكن بعد مغادرتهم يغير رأيه ويحاول متابعتهم. لسوء الحظ يسمعه قرود البابون ويحيطون به على الفور. وفي الوقت نفسه يدخل الثلاثي محطة المترو ويبدأون في السير على المسارات المغطاة بالمياه دون ملاحظة المخلوق الذي يتبعهم. بعد لحظات يجدون قطارا محطما ويدخلون لعبوره، لكن الباب مغلق. قبل أن يتمكنوا من العودة تتكسر الخرسانة في السقف وتسحق السيارة الأخرى، مما يحاصر الثلاثي بالداخل. مع استمرار ارتفاع مستويات المياه حول القطار يكسر المخلوق المائي نافذة ويمد يده إلى الداخل ليمسك بجيني ويأخذها بعيدا. ثم يبدأ الماء في غمر السيارة وتأخذ سونيا وترافيس نفسا عميقا للغوص. يطلق ترافيس النار على النافذة ويندفع المخلوق إلى الداخل، لذلك تسبح سونيا عبر النافذة بينما يطلق ترافيس النار. لكن مسدسه نفدت منه الرصاصات، لذا أمسك بسكينه وبدأ بطعن المخلوق في عينه. وعندما حاول السباحة للخارج أيضا أمسك الوحش بسقيه وبدأ يسحبه إلى فمه. لحسن الحظ انهار السقف مرة أخرى وسحق الحطام الحيوان وقتله. طاف ترافيس فاقدا للوعي حتى جاءت سونيا لإنقاذه وأخذته إلى السطح حتى يتمكن من التنفس مرة أخرى. فوجئوا بظهور المخلوق مرة أخرى، لكنه مجرد جسده العائم. سبحوا خارج المحطة وأخيرا وصلوا إلى الجامعة حيث وجدوا الحديقة مليئة بالقرود. اندفع الثنائي إلى الداخل وأغلقوا جميع الأبواب، مما تسبب في بدء القرود في تسلق المبنى للوصول إلى النوافذ. في المختبر جعلوا تامي تعمل مع المولد الاحتياطي بينما استمرت القرود في الطرق على الباب. دخل ترافيس إلى آلة الزمن وأعادته سونيا في نفس الوقت الذي ضربت فيه الموجة الأخيرة المدينة وتحولها إلى مخلوق غريب. تنجح مناورة الإقلاع ويتم إلقاء ترافيس بسرعة متجنبا الأمواج القديمة. يجد لحظة ذعر فريقه ويلفت انتباه جيني لإخبارها بأن المرشح الحيوي معطل ولا يجب على أحد لمس التسجيل سواه. ثم يركض ترافيس وينزلق على طول المسار لسحب كريستيان للخلف قبل أن يخطو على الفراشة. يصرخ كريستيان وهو يشاهد ترافيس يختفي لأن الجدول الزمني تم تصحيحه. بعد ذلك تطلب جيني من كلاي تشغيل المرشح الحيوي وتشاهد الفراشة تطير بعيدا. عندما يعودان إلى الحاضر تعطي جيني التسجيل لترافيس وتخبره بما حدث. يغادر ترافيس العمل مرتبكا، مما يدل على أن المدينة بخير كما هو الحال دائما. يصل ترافيس إلى منزل سونيا ويعطيها القرص حتى تتمكن أخيرا من إسقاط الشركة بدليل مناسب. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا للمشاهدة.